بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. الحقيقة تبادر لذهني من كثرة ما ريت الناس تطيح برشا في علامة قف، فيما يخص علامة قف. فالأخطاء اللي تدور في حول علامة قف برشا برشا برشا، ومنه ما هو إقصائي، يعني طيح على الفور، يأجل على الفور، ومنه ما هو فني. مثلا الستوب علامة قف هذه باش ندور معاها اليمين. الخطأ اللي يصير من كثير من الناس إما ما يشوفش علامة قف فيتعدى ديريكتومون من غير ما يقف، وهذا خطأ إقصائي. الخطأ الثاني المشهور والمنتشر والشائع انه كثير من المترشحين يشوف علامة قف كما هذه باش تجينا، يقف في النيفو متاع البلاكة بالضبط، وبالتالي في باله معناها الماركاج متاعها يصير على البلاكة على مستوى العلامة، فيجي يقف لهنا وهنا كي تقفل تالي الرؤية على اليسار وعلى اليمين ما مش واضحة جملة. كان نشوفوا على اليسار اش عنا، عنا الكياس محجوب تماما الرؤية، وعلى اليمين أخسر، وبالتالي هذا خطأ شائع وكوفسيون دو. يعني كي تقف ستوب مرتين مؤخرة، مرتين معناها في الإكزامان، ترتقي الخطأ من خطأ فني إلى خطأ إقصائي، واللي زوز أغلاط كوفسيون دو إكيفالون الوحدة إليميناتوار. واضح؟ الخطأ الثالث نحب نزيد نحكي عليه، انه كثير من الناس كي يجيب شي ماركي ستوب كيما هكا مثال باش ندور على اليسار، يقف مقدم، وبالتالي يأثر على السلامة المرورية. يعني ما يقفش في المستوى القانوني ولكن يقف مقدم هكا. هنا جزء كبير من العربة متاعنا جا في الكياس متاع الكياس باش ندورو. كان لاحظوا شوف كيفاش كرهبتنا تقريبا ماخذ جزء كبير من التراجكتوار متاع غيرنا. واضح؟ وهذايا الخطأ زاد كوفسيون دو عبر عنه باثنين جيم. إذا كانت تكرر من مرتين فيتحول إلى خطأ إقصائي. واضح؟ كذلك الأخطاء المنتشرة والشائعة ما يعبر عنه بستوب جليسي. شنو ستوب جليسي؟ كثير من الناس خاصة زاد الناس اللي عندهم برميات يقعوا في الخطأ هذايا. الكهرباء لا وقفت لا ما وقفتش، يعني مازالت تتحرك. نشوفوا تلاحظوا تبدأ الكهرباء دوب ما يعمل بريمير جليسي الأربع جل ما يقفوش ويوصل. هذايا زاد عبارة حركة ستوب وتسمى خطأ إقصائي. كذلك مما يجدر التنبيه عليه في هذا المقام، كي تبدأ وراك راهب باش ماركيو ستوب كيما هذه الكهرباء اللي قدامنا باش ماركي ستوب. الخطأ اللي يصير انه السيد هذا اللي قدامنا ماركا ستوب، اللي وراه وقت اللي يمشي هو يمشي وراه ديريكت، يعني ما يعاودش ماركي ستوب وحده ويثبت، لا مشى هذايا يعني المفروض يعاود يقدم ويقف، لا هو يعمل يمشي وراه ديريكتومون. هذايا زاد خطأ إقصائي إكيفالون واحد مؤجل فيقع إقصائك على الفور. كذلك من الأخطاء الشائعة إنه كثير من المترشحين صحيح يقف في ستوب بطريقة صحيحة في المكان المناسب والمكان القانوني وما يحرقش ويقف، ولكن يقع في خطأ. شنو الخطأ هذا؟ مثلا أنا باش ندور على اليمين، دونك باش نراقب الكياس من هنا، يبقى الراس متاع الكونديدا متاع المترشح متلفت كان منا، يبقى متلفت ويتحين في الفرصة المناسبة وينسى الجهة اليمين، يعني يبقى من هنا جت فرصة يخرج. هو الحقيقة يلزم يتلفت من هنا، ينجم يكون فما واحد
مدوبل ودخل في التراجيكتوار نتاعو، او فما مترجل قص عليه او وبالتالي يصير الانترفونسيون نتاع الاكزاميناتور ويقع تأجيله على الفور. هذا هو، نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات قادمة. هذا محضرني في هذا المقام في هذا التيم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وبالتوفيق والنجاح جميع المترشحين سواء كانوا مسجلين في الأوتويكول متاعنا أو بقية متابعينا على قناتنا شان يوتيوب متاعنا. السلام عليكم ورحمة الله.